صباح الخير يا حبايبي، كل سنة وانتوا طيبين. احنا بنتشرف بيكم وانتوا حبايبي واخواتي واهلي، وان شاء الله هنوصل بعد ربنا انتوا ان شاء الله. وكل سنة وانتوا طيبين. النهاردة بقى الناس اتصلت علي وقالوا عايزين فطير يا حج. قلت حاضر، عملت ليهم 8 فطيرات. طبعا بتعجن هو بمية يعني وملح وشعرة سكر كده. وجيت بقى رحت عاملة لهم ال8 فطيرات بالصلاة على النبي يجعلها بالهنا يا رب. عملتها بسمنة بلدي وزبدة، واحط القشطة على وشها كده، يجعلها بالهنا يا رب للي ياكل منه بالصلاة على النبي. حاجة حلوة خالص وحاجة نظيفة وآخر حلاوة لحبايبنا. كل سنة وانتوا طيبين. طبعا عجنت بقى قدامكم زي ما انتوا شايفين كده، ورحت خبزاهم وحطيتهم في الصواني بقى اما اترفعوا شوية كده. ورحنا خابزين بقى ايه، اهي الزبدة هي الصفرة دي الزبدة على سمنة بلدي، وحطت بقى عليها كمان حبة قشطة كده. ورحت بقى حتى عليهم على الوش واعجن بقى زي ما انتوا شايفين كده. جرستهم وخبزتهم ووضبتهم حلو كده. ورحت جاية حدا الفرن وقلت هاتي يا سهير بقى. طبعا الناس طالبة مني الفطير والكيكة وأشغال عملنا لهم بقى اللي هم عايزين. اللهم طبعا بقى عجنتي ورحت بقى مقرصاه بقى، وفضل لما اترفع شوية كده العجينة ترتاح وتاخد راحتها. وجينا بقى خبزناها قدامكم اهوت. نخبز الواحدة ونوضبها كده ونحطها في الصينية اهو بالصلاة على النبي زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين بقى جينا اللهم صل على النبي خلصنا ورصيناهم بقى في الصينية لما اترفعوا شوية كده زي ما انتوا شايفين. وانا بشكر حبايبنا واولادي واخواتي، بشكركم اللي بتعالجوا لينا، انا بشكركم، انا ام سهير وانا بشكركم حبايبي واخواتي واولادي. طبعا اللي بيطلب حاجة انا مستعدية واعمل اللازم. وكل سنة وانتوا طيبين وربنا يخليكم يا رب. طبعا انا بقطع الفطيرة كبيرة كده زي ما هي زي ما انا عاوزة، وبروح جاية قسمها نصين وبخبز على دقيق. ما بعرفش احط على تحت زيت كده يبقى ايه، ما عرفش اخبزها. او زي ما انتوا شايفين كده بحب اخبزها على الدقيق وبتطلع مية مية واخر حلاوة. ما بحطها بقى في الصينية بروح دهنة وشها قشطة واسوي بقى زي ما انتوا شايفين كده. وانا بشكركم حبايبي وولادي واخواتي كمان مرة. انا بشكركم اللي بيتعلق لينا والكلام الحلو اللي انا بسمعه منكم، فانا بشكركم. طبعا انتوا شايفين الفطير الجميل اللي انا بنعمله انا وامي دي يا جماعه. كان بصراحه ريحته تحفه وريحته جميله جدا جدا جدا. بسم الله ما شاء الله يجعلها بالهنا والعافيه. طبعا امي قالت لي كملي انت بقى يا سهير، انا قلت اللي نفسي فيه وانت ايه كملي وقولي لهم اللي انت عايزاه. اللهم صل على حضره النبي. هي قطعت الفطير يا جماعه كبيره زي ما هي قالت لكم عادي، وحطت فردناهم على الصينيه جنبنا، حطينا تحتهم شويه دقيق كده وفردناهم وسبناهم بقى ايه مع نفسهم كده. وجيت انا وهي بقى حطينا السمنه والزبده والقشطه كلها خلطه كلها على بعضها كده، وندهن الصينيه ونسيبه بقى اللي هو ايه مع نفسه كده لما نخلص تقطيع كلهاته، ونبدا بقى نفرد الصينيه. هما كانوا 4 صواني مريناهم فطير، والاربع الفطيرات التانيين جهزناهم وحطيناهم على الصينيه عشان امي لما تقوم عند الفرن تقوم ايه الصينيه اللي تخلص تاخد التانيه تقوم خبزها على طول وايه وتسويها. بس بصراحة كانوا جمال جدا جدا، يجعلها بالهنا والعافية لكل اللي يطلب مننا حاجة وكل اللي ياكل من ايدينا حاجة يا جماعة. سواء الكيكة سواء الفطير سواء العيش الغلة سواء اي حاجة انا بحب اعمل كده. وبعدين احنا طلبنا منهم اللي اجت لنا وقالت انا عايزة 8 فطيرات يا حاجة جميلة.
انا عايزاكوا، طلبت منها قلت لها طب انا هصور يعني ممكن ما يرضوش ولا كده، قالت لا صوري عادي، ربنا يرضيك يا سهير وتوصلي وربنا يكرمك يا رب، احنا كلنا نساعدك ونساعد والدتك، ربنا يخليكوا يا رب. قلت لها خلاص ماشي، هنصور وهنعمل لها اللي احنا عايزينه، واللي انت عايزاه عننا، عننا الاتنين ليكي انت وغيرك. بصراحة كان يعني مش عارفة اقول لكم ايه، احنا بدأنا الفطير من بدري عشان هي عايزاه بدري يا جماعة. يعني ايه، هي عايزاه هناك قبل الظهر، عايزة تيجي تاخد ال8 فترات دول يبقوا جاهزين قبل الظهر. يعني هي حرة بقى، ان كانت مسافرة، ان كانت واخداهم لعيالهم، ان كانت هتاكلهم في البيت وعازمة ناس، حسب ما هي عايزة. بس هي طلباتهم مننا وانا اديتها كلمة وقلت لها تعالي يا ستي الساعة 10 الساعة 11، هو في الحالتين هيكون جاهز قبل الظهر، اللي انت عايزاه تعالي خديه. قالت لي خلاص ماشي. بصراحة قمت انا بدري، صلينا الفجر وقمت جاية انا وهي على طول كده، ايه كان لسه النهار بيلمع واحنا بنخبز كده. المهم ايه، ال8 فترات جهزوا على طول على جيتها، يا دوبك اجت من هنا ولقيتنا مخلصين من جيبة نص ساعة من هنا. قالت لي يا سوري انتوا خلصتوا؟ قلت لها ايوه احنا خلصنا، تعالوا خد الفطير بتاعك اهوت واجعلها بالهنا والعافيه. قالت طب ماشي، لو طلبت منكم عيش، طلبت منكم اي حاجه تاني؟ قلنا لها اللي انت عايزاه، اللي انت نفسك فيه هاتيه واحنا نعمله لك ويجعلها بالهنا والعافيه، واللي انت عايزاه يا حاج. بصراحه كانت دخلتها جميله جدا جدا علينا، او كفايه كلامها الحلو وكفايه كلامها كلامها جميل جدا، وفضلت تدعي، كفايه الدعوه الحلوه والله يا جماعه. ربنا يتقبل منها يا رب كده، يتقبل منها الدعوة الجميلة اللي دعتها لي أنا وأمي. وخدت الفطير وتوكلت على الله. بس بصراحة كانت يعني إيه، كان طعمه جميل جدا. أنا مش كسرت حاجة والله يا جماعة ولا بس أنا شميت الريحة، والريحة أساسا كده يعني كانت تحفة كده وجميلة. كانت يعني أنا عارفة اللي هو الفطير حلو، يعني نفس المقادير اللي احنا بنعملها ونفس الخطوات اللي احنا بنعملها عملناها له. طلبنا منها بقى انا عايزه عليه قشطه وعايزه عليه، قلنا لها اللي انت نفسك فيها نعمله، عايزه قشطه، عايزه زبده، عايزه سمنه بلدي، عايزه سمنه من التانية ديت، اللي انت هواكي فيه. قالت لا اعملوه لي انا عايزه يصير يبقى طعمه جميل زي ما انتوا بتعملوه، واللي انت شايفاه اعمليه صح انت ووالدتك. قلت لها ماشي حاضر. عملنا لها احلى 8 فطيرات، 8. بس بصراحه كانوا 8 فطيرات جمال جدا جدا جدا. هي لما طلبت الاوردر ده مننا يا جماعه قلت احلى حاجه. امي بقى ما صدقت، قالت هنعمل لها اللي هي عايزاه يا سهر، ما تقوليش لحد لا، اوعي تقولي لاي حد لا. يعني يمكن واحده برضو نفسها في الحاجه ويمكن مش عارفه تعملها، او يمكن عارفه بس هي كمان لوحدها برضو. قلت لها ماشي يما. كان اوردر جميل جدا جدا جدا، ويجعلها بالهنا والعافيه. كنا مبسوطين خالص، وكانت احلى فطيره عملناه، ويجعلها بالهنا والعافيه على كل اللي ياكل منه. بس بصراحة كان جميل جدا جدا. يعني هي جات لي صور صوري وارفعي عادي عشان اشوف الفطير بتاعنا، يعني انت بتصوري كل حاجة لا خلى الفطير بتاعنا. قلت لها يمكن انت مش عايزة برضو. قالت لا، كل ما اجي اعمل حاجة عندكم صوري، انا ببقى قاعدة وفاتحة الصفحة بتاعتك كده ومشغلة الفيديوهات بتاعتك. يعني انت لما رفعت الفيديو الفيديو الكيكة برضو فضلت اسمعه، ولما تيجي ترفعي حاجة انا اعملها عندكم برضو ارفعيها عشان اسمعها برضو. قلت لها حاضر. يعني بس بحسب اللي هي مش هترضى ان انا اصور او كده برضو، يعني ايه. قالت لي لا، كل حاجة تعمليها لي او اي حاجة لاي حد مهما كان صوريها. قلت لها ما يمكن الناس مش ترضى. قالت لا، دي حاجة يا بنتي ربنا يكرمك، وممكن انت الناس تدخل عليكي بالحاجة الجميلة ديت، وكل الناس تقف جنبك بعد ربنا طبعا. قلت لها ربنا يخلي اللي بيكتبوا لنا وبعلقوا لنا واقفين جنبنا من بعد ربنا طبعا، ربنا يخليهم وما نتحرمش منهم العمر كله. ووالدتي زي ما انتم شايفين يا جماعه هي اللي قالت هبدا الاول يا سهير اتكلم عشان اشكر حبايبنا، وبعد كده بقى وبكلمهم انت بقى. طبعا هي شكرتكم يا جماعه، وبتسمع التعليقات الجميله والكلام الحلو اللي انتم بتكتبوه، وبتقول لكم ولادي وحبايبي واخواتي وكل حاجه حلوه، وربنا يكرمكم يا رب ويخليكم لنا وما نتحرمش منكم العمر كله. طبعا كل فيديو يا جماعه والله هي بتبلغني الرساله ديت. قلت لها والله يما انا ببلغهم كل حاجه حلوه انت بتقوليها. جات صور بلغيهم عشان انت يعني ايه، انا بدل ما انا اتكلم كفايه انت بتتكلم. بس يشرفني طبعا اللي هي تتكلم والله يا جماعه. دايما في كل فيديو اقول لها يما اتكلمي انت، يما اتكلمي انت. يعني في ناس عايزين نسمع الحاجه جميله، عايزين نسمع كلامها، عايزين خلي والدتك يا سهر تتكلم برضو كده. هي يعني ايه تقول لا كفايه انت، هيبقى انا وانتي. كفايه انت. قلت لها طب خدي انت اتكلمي مش ضروري انا. قالت لا، اتكلمي انت براحتك وقولي اللي نفسك فيه، بس المهم في الحالتين لازم تشكري ليا حبايبنا. يعني انت اتكلمت
وعرفتهم بالفطير، عرفتهم بالكيكه، عرفتهم بالعيش الغله اللي احنا هنرفعه برضو يا جماعه بعد كده. بلغيهم سلامي لهم وربنا يخليهم واقفين جنبنا، ويعني احلى سلام طبعا من امي، ربنا يخليها لي وما يحرمنيش منها العمر كله. كفايه قعدتها معايا وكفايه شغلها معايا الجميل ده. يعتبر انا ما بعملش حاجه والله يا جماعه، هي اللي جايمه بكل حاجه، هي اللي جايمه بالخبيز وهي اللي جايمه بالعجين وهي اللي جايمه بكل حاجه. قلت لها تعالي اعملي الكيكه، قالت لا اعملها انت عشان انت هتقفي وانا مش لاقي حاجه في سوير، اعملها انت. قلت لها ماشي يما. يعني في الحالتين انا اللي انا كنت عايزاها تعمل الكيكه برضو والله، بس هي قالت لا اعملها انت عشان انا مش هلحق اقف. قالت طيب هتعمليها على الطبليه، هاتي ما نعملها هنا على الطبليه، مش هتعملها على الطبليه اعملها بقى وانت واقفه. قلت لا انا هعملها وانا واقفه بسرعه كده. الصينيتين برضو اللي كانوا مطلوبين مني الاوردر، وادي الفطير برضو مطلوب مني اوردر النهارده، ويجعلها بالهنا والعافيه. طبعا دي يا جماعه احنا رحنا طبعا عند الفرن لما خلصنا خبيز وملينا ال4 صواني اهو زي ما انتم شايفين. شفتوا بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على حضره النبي. عسل الفطيره جبه وحلوه ازاي اهي. جبت لها القشطه برضو في ريحها، يا دوبك تطلع دي وتحط ده على طول، بس تدهن قشطه بقى اهو. جايبين قشطه برضو ليها، قالت هاتيلي يا سهير كيلو قشطه هنا عشان ياخد على قد الفطير، ادهن الفطير كله هاته قشطه. قلت لها ما فيش زبده، قالت لا هدهن وشه قشطه، هو معمول بالزبده والقشطه دهنين بها اهوت والسمنه البلدي، هدهن بس وشه كده بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على حضره النبي. شوفوا يا جماعه، شوفوا الحلاوه والطعمه اهو كانت ريحه جميله جدا جدا اهو. احلى حبه فطير النهارده الفطير المشلتت، بسم الله ما شاء الله. شفتوا الحاجات الجميله والريحه التحفه، عسل عسل عسل. ما فيش احسن من الارياف يا جماعه اكل الريف حلو خالص اللهم صل على حضره النبي، جميله جدا بصور لكم بس كل حاجه على الطبيعه جبت صينيه كبيره ونطلع عليها الفطير، هم 4 فطيرات في الصينيه و4 على الصينيه لسه متجرسين، يعني هم جاهزين. عملنا خبزناهم برضو وحطينا فيهم السمنه والزبده والقشطه وما حطيتهم على الصينيه. جات لما افضل 4 صواني دول يكون التانيين برضو اجيب اخبز على طول وافردهم واسوي اهو. شفتوا بسم الله ما شاء الله، عسل يجعلها بالهنا والعافيه يا رب. كانت امي مبسوطه قوي اللي هو جاب بكده وشكله جميل وريحته تحفه تحفه تحفه، بسم الله ما شاء الله. شفتوا بنبقى فرحانين والحاجه ناجحه كده والخطوات جميله جدا، يجعلها بالهنا والعافيه يا رب. كانت امي فرحانه جدا جدا وتقول شفت الريحه يسور، شفت الفطيره جبه وحلوه ازاي، شفت الاكل الجميل، شفت الفطير المشلتت. احلى اكل في الفطير المشلتت